بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بكم الف خير وصحه وسعاده. وحشوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بالخير يا رب، ورمضان كريم عليكم وعلى كل اسرتكم واخواتكم وحبايبكم والامه الاسلاميه جميعا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. سمي بسم الله ونكمل فيديو مع بعض كده ومش طويل ولا حاجه. ده فطار تاني يوم رمضان. انا عارفه ان هو نازل لكم متاخر، النهارده رابع يوم، بس طبعا اللهم صل على النبي. الفيديو اللي كنت منزلاه اللي هو الاخير اللي قبل ده كان نازل برضو متاخر عشان بسبب يعني المونتاج وكده. كان عندي مشكله في المونتاج والحمد لله. ان شاء الله هنزل لكم كل يوم الفيديو في ميعاده، بس اتمنى ان انتوا تتابعوني كده وتشاهدوا الفيديو للاخر. واللي ما حطش لايك يحط لايك فضلا وليس امرا. وربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب، ولا من لايكاتكم الجميله ولا من تعليقاتكم الحلوه ودعواتكم الجميله. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. ويا ريت لو انت جديده في القناه واول مره تشرفيني، اهلا وسهلا بيكي، نورتيني وشرفتيني ووجودك على راسي من فوق. اتمنى تشتركوا في قناتي كده وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو انزله وكل جديد انزله. واكتبي لي ان انت اشتركتي برضو عندي او ان انت اكتبي لي ان انت اشتركت عندي، وانا ان شاء الله باذن الله اجيلك واردهولك. كل اللي يجيلي ويشترك عندي ويشترك في قناتي ويكتب لي بس تعليق اي اشاره كده ان هو اشترك، هجيله واردله الاشتراك على طول. عايزين ندعم بعض يا جماعة ونشجع بعض عشان نكبر مع بعض، عشان لو ما عملناش كده محدش هيقف جنبنا ولا حد هيساعدنا. كل القنوات اللي زي اللي هم عارفين يعني وحاسين باللي انا حاسة بيه، اكيد كلكم حاسين بيه. تعبنا وشقانا مفيش مقابل، مفيش تقدير. فياريت نساعد بعض كده، احنا القنوات الصغيرة نقف جنب بعض ونساعد بعض كده وندعم بعض، لان مفيش اي قناة كبيرة هتيجي تدعمنا ولا هتقف جنبنا غير ربنا سبحانه وتعالى. ثم ايه احنا مع بعضنا كده. هنا بقى يا جماعة ايه، ده كان فطار تاني يوم رمضان، ده من تاني يوم رمضان. عملت ايه بقى؟ عملت جبت فرخة وغسلتها بالخل والملح والليمون ونقعتها كده شوية كتار يعني، وبعدين شطفتها وزي ما شفتوا كده. وجبت بطاطس قشرتها حلقان وبصل وفلفل اخضر او شطة خضرة، ومسكتهم بقى البصل بالبطاطس بالشطة الخضرة بالتوابل بمعلقة توم، اللهم صل على النبي، بالزيت بحبة شطة من الحمرا ديت زي ما شفتوا كده. المهم يعني كل حاجة على الناشف كده، كل حاجة نية في ني. ومسكتهم بقى دعكتهم بايديا، لازم ادعكهم بايدي كده الاول عشان خاطر ايه ننزل المية بتاعة البصل، بتديكي طعم اكتر واحلى. وبعدين نمسك الفراخ بقى حتة حتة كده زي ما شفتوني كده، ادعكها الاول بالبصل والفلفل والتوابل والثوم وكده. المهم كان عندي صلصة مسبكة اللي شفتوها ديت، عملتها بقى ايه، فضيت كيس. وكان عندي حتتين لحمة من اول يوم رمضان. اول يوم رمضان كنت عاملة فيه محشي ولحمة وجلاش. اللي شاف الفيديو بتاع اول يوم رمضان، فطار اول يوم رمضان، كان 3 انواع من المحشي والجلاش واللحمة. فكان فايض عندي حتتين لحمة اللي شفتوهم دولت وطبق شوربة، الطبق اللي انتوا شايفينه ده. خدت الحتتين اللحمة حطيتهم مع الفرخة في قلب صينية البطاطس ودخلتهم الفرن. وحمرت شوية رز، نص كيلو رز مش اكتر عشان احنا في الصيام، مع نص كيس شعرية، وحمرتهم. سهل وبسيط خالص يا جماعة الاكل ده. انا عملته معاكم كتير اكتر من مرة، بس احنا يعني ايه بندي لبعض افكار كده. ممكن انت تكوني محتارة تعملي فطار ايه بكرة، فانت قاعدة بتتفرجي عليا، ممكن الفطار اللي انا عملته النهاردة انت تصبحي الصبح تاني يوم تنفذيه عندك في بيتك. انت اديتيني فكرة وانا برضو بديكي فكرة. انا برضو دخلت عند اي قناة تانية وانا محتارة مثلا اعمل اكل ايه او اعمل شرب ايه، فلقيت قدامي الاكلة دي وانا محتارة ومش عارفة اعمل اكل ايه وكده.
فاحنا بندي لبعض افكار مش اكتر، يعني انتوا كلكم شطار وبتعملوا احسن مني وكلكم على راسي، بس كلنا يعني ايه، انا بستفيد منكم وانتوا بتستفيدوا مني، كلنا بنفيد بعضنا يعني، افكار مش اكتر وتشجيعة مش اكتر برضو. المهم بقى ايه، اللهم صل على النبي. بعد ما عملت بقى الرز وشوية الشوربة بتوع اللحمة، زدت بهم الرز وصينية البطاطس في الفرن، وهنا كنت عملت السلطة وجهزتها زي ما شفتوا كده. السلطة مش محتاجة كلام، يعني اي بنوتة صغيرة تقدر تعملها كده. هنا كان البطاطس، صينية البطاطس بالفراخ طلعت من الفرن والرز كده خلاص خلص. تعالوا بقى اقول لكم على التمر ده بقى يا جماعه، مش عايزه اقول لكم على ريحته خطير خطير. عايزه اقول لكم ان انا حطيته في باب التلاجة، الكيس اللي انتوا شفتوه ده قلب لي ريحه التلاجة، خلى ريحه التلاجة جميله، الريحه بتاعته جميله جميله، يعني لما تشمي ريحته بس كده وهو في الكيس، يعني ما بالك بقى لما تعمليه بقى عصير وتشربيه، حاجه بقى في منتهى الجمال. بصراحة التمر ده اخويا اللي جايبهولي، يعني ربنا يجيب له الصحة، يبعت له الصحة والرزق يا رب، وربنا يرزقه ويزيد ويوسع رزقه كمان وكمان، وكل سنة وهو طيب، ويا رب عادة ما تنقطع ابدا يا رب. هو كان جايب لوالدتي يعني وجايب لهم تمر، فلقيته باعت لي الكيس ده. الكيس ده اللي انا عرفته نبص يعني بطرف المعلقة بس كده يعمل لك شفشق بحاله. انا اول مره بصراحه اجيب التمر ده، اول مره استعمله يعني. هنا بقى كان المقطع ده مش عارفه ايه اللي كان جرى والكاميرا وقفت هنا يعني. عايزه اقول لكم بقى، شفتوا ايدي كانت عامله ازاي؟ شفت الحنه يعني عامل زي الحنه كده في صوابع ايديا، معلم خالص يعني. انا الشفشه اللي انا عملته معاكم ده كان من الكيس يعني فضيت اللي كان في الكيس في البطرمان، ومكان الكيس بس مصمصته بس كده بشويه ميه، رجيته كده زي ما شفتوا، ده عمل لي شفشق، ومش عايزه اقول لكم كان تقيل تقيل يعني. بس بصراحه انا كنت عصره الكيس جامد في البطرمان، فما شاء الله الله اكبر يعني. جميل جميل يعني كده، وتسلم ايدك وكل سنه وانت طيب، ويا رب عادة ما تنقطع، والحلو ما بيجيبش الا الحلو، والغالي ما بيجيبش الا الغالي. دي حاجه معروفه. بس ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، وده كان فطارنا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب عادة ما تنقطع أبدا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، ورمضان كريم عليكم وعلينا. يلا مين معايا لحد دلوقتي؟ اللي مكمل معايا لحد دلوقتي وما حطش لايك يا ريت يحط لايك، واستنظروني بقى ان شاء الله في فيديو جديد على خير. اكتبوا لي تعليقات كتير، عايزاكم تعلقوا كتير كده وتكتبوا تعليقات حلوة ودعوات جميلة في الشهر المفترج ده. عايزه اقول لكم ان انا بحط على الصينيه، لان انا المفرش اللي كان عندي بتاع السنه اللي فاتت بتاع رمضان اللي كنت بفرشه معاكم، لقيته عشان كنت سبته في البلكونه لقيته دايب. بصوا فطرنا كله على الصينيه زي ما انتم شايفين كده. لقيته داب من الشمس، كنت حطاه يعني في قلب حاجه كده في البلكونه ومتطبق، بس لقيته اتفرتك. فان شاء الله اجيب واحد جديد لما انزل، ونفطر بقى على الصينيه مؤقتا كده. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.